ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ حابب قبل ما ابدا الفيديو بتاعنا بس اشكر الناس اللي كانت بتدعمني في الكومنتات وبتقول لي استمر وبتنتقدني ويعني بتوضح ليا حاجات وكده. انا بشكركم كلكم طبعا. السكرينات دي طبعا بتاعت الناس دي انا حابب اشكركم قوي وشكرا جدا انكم واقفين في ظهري عامه. ولو في اي تعديل او اي حاجه يعني في الفيديوهات وكده او معلومه غلط يا ريت تكتب لي في الكومنتات، لان انا بتعلم زيكم. يعني حتى لو انا بقول معلومات وكده انا ستيل بتعلم. لازم تقولوا لي في الكومنتات لو انا كاتب حاجه غلط او عامل حاجه غلط، يا ريت توضحوا لي في الكومنتات. وشكرا لكم كلكم من قلبي. اسف على المقدمه الطويله، ويلا نبدا في فيديو النهارده اللي هو ايه هم اسوأ 5 كروت شاشه ممكن تجيبهم في 2025. انا حطيت اسس علشان اقول الكارت ده وحش او حلو عامه. يعني من الاسس دي ان انا اشوف اداء الكارت ده حلو او لا في 2025. يعني في كروت زيه في نفس الفئه السعريه بتاعته بتقدم اداء احسن او لا. يعني الكارت ده مستخدم في حاجات زي التعدين وكده. طبعا مش هحط الكروت المشهوره انها بتتعدن زي الار اكس 570 او 80، دي معروف طبعا ان كلها متعدنه. تمام، يعني ممكن اقول لك كارت او اتنين ممكن يكون بيستخدموا في التعدين في 2025. تمام، وفي حاجات تانية كتير قوي. وانا بقى نخش في موضوع فيديو النهارده مع اول كارت معانا هو جي تي اكس 1050. بشوف ناس كتير قوي في 2025 بتدي الكارت ده اكبر من حجمه مع انه بقاله 10 سنين او 11 سنه. هو على ما اظن انتاج 2016. ساعة ما نزل كان طفره. يعني انا ذات نفسي كنت عاجبني الكارت ده، كنت عايز اشتريه باي طريقه بسبب ان كان سعره رخيص ساعتها. على ما اظن كان 2000 جنيه. وفي كارت تاني كان نازل ساعتها في نفس السنه على ما اظن. تمام، بس كان وحش قوي فكان كله بيتجه للكارت ده عامه. الكارت التاني ده موجود اصلا في الفيديو معانا، كان ممتاز بس بسبب ان الالعاب بقت متطوره وكده اداؤه في ال 1080 اصلا بقى زباله. اللي خلاني احط الكارت ده ان هو بقى بيتقارن بال 1650 مع انه ما يجيش نص اداؤه عامه يعني. وبشوفه بيتباع باسعار خزعبليه. يعني في ناس بيتباعوا ب 5000 جنيه، في ناس بيتباعوا ب 4000 جنيه، ومش فاهم ليه. وكمان بيبيعوا ب 4000 جنيه مستعمل مش جديد. انت متخيل؟ يعني سعره مش منطقي اصلا. انت متخيل كارت بقاله يجي 10 سنين بيتباع اغلى من الار اكس 580؟ فالصراحه يعني الكارت ده ما يستحقش انك تدفع فيه فلوس. لا، زود 500 جنيه ولا 1000 جنيه تمام وهات لك ال 1650 هيديك ضعف اداء. خش بقى على النصيبه الثانيه، وهي نصيبه فعلا. الكارت الذي يعني حاز على لقب الاسوأ على الاطلاق والناس لغايه دلوقتي بتشتريه، كارت جي تي 1030. انا مش فاهم ليه لغايه النهارده الكارت ده بيتباع اصلا. يعني اداؤه ضعيف، سعره غالي قوي، الباندويتش بتاعته ضعيفه جدا اللي هو اللي يعني حاجه في الكارت ذات نفسه. التجار بيبيعوه بنفس سعر النسخه الافضل اللي هي جي دي دي ار 5. طبعا انا بتكلم على جي دي دي ار 4. الاثنين وسخين اصلا بس يعني تمام يعني. بس صح. انت نموذج حقير. صح. انا فعلا حقير فعلا انت مش انسان. صح. انت ما عندكش اي ضمير. صح، واللي بيتعمل فيها احسن من كده كمان، اكتر من كده كمان. الكارت ده يصنف ان هو الاسوأ. بيشغل لك ال 720 اصلا ببطء. يعني عارفين انتوا كارت ال 750 تي اي؟ اكيد عارفينه. يعني ده يعتبر نفس اداؤه. انت متخيل الكارت ده قديم اقدم منه اصلا، يعني نفس اداؤه. ويعني الغباء هنا ان هما الاثنين بيتباعوا بنفس السعر حتى اليوم. انا بستغرب الصراحه يعني في السوق المصري بالذات بستغرب الموضوع ده. ليه الحاجات اللي هي الوحشه بتتباع كتير؟ حاجات زي الكارت ده بالذات يعني ده بيتباعوا نسخه لو بروفايل كانت نازله. انا فاكر ساعه ما نزل كان ب 1200 جنيه جديد وما كانش حد بيشتريه. حاليا ده بيتباع مع كيسات استيراد تمام، وبيتباع مع كيسات جديده ان هو جديد، وبيتباع ب 2000 جنيه و2500 جنيه ويقول لك اداؤه شد الجوانه محمد وادعي لي ربنا ياخدني. يشغلك بيش وفيفا. ده مش يشغلك حاجه، ده زباله. ده حاجه كده حتى التعدين مش هينفع فيه. انت متخيل؟ يعني حتى كده لو انت اديتهولي انا واحد لو بعدن او بعمل تعدين مايننج واديتني الكارت ده، والله اديهولك واديك فلوس عليه. اللي هو حتى ايه يعني الغطاسه بتاعت امك دي؟ ايه الرزانه اللي انت فيها دي؟ يعني عارف انت مش هتعيبه حتى. ونخش في تالت كارثه معانا هو كارت الار تي اكس 3050. طبعا ده لسه مصدر من 3 سنين او 4. اداء متوسط او ضعيف في الالعاب. يعني هو ضعيف بالنسبه لي. يعني سعره عالي واداؤه قليل. الار اكس 6600 او الار تي اكس 2060 اللي هو قبله بجيل احسن منه بنفس السعر او اقل. انا بستغرب ليه شركه نيفيديا، يعني المفروض سلسله ال50 عامه في نيفيديا تبقى حلوه، او اللي هي بتاعت الفئه المتوسطه. فئه ال 60 عامه يعني لو شفت ار تي اكس 30 60 40 60 50 60 دول الفئه الاعلى من المتوسطه اللي هي الهاي. يعني مش الهاي اند، لا دي الهاي، دي اللي بتشغل ال 2 كي 1080 الترا كده. لكن فئه ال 50 عامه في نيفيديا دي المفروض تبقى متخصصه للناس المتوسطه.
يعني واحد غلبان زيي او زي كده معاه كيسه ب 20000 جنيه هيجيب كارت زي ال 30 50 اللي المفروض اداؤه بيبقى عالي، يجيبه يشغل له الكيسه على ميديوم هاي. تمام، الحاجات البسيطه دي ممكن الترا بعض الالعاب، لكن انا اشتري الكارت زي ده بنفس سعر الار تي اكس 2060 سوبر وبيدينا اداء اقل. ليه؟ عشان الريت ريسنج ما الار تي اكس 2060 فيه، الار اكس 6600 اللي هو من اي ام دي عامه افضل منه بكتير يعني. ولو اي حد حط لك الكارت ده في كيس انت هتجيبها عامه قول له انا مش عايزه، انا عايز الكارت اللي هو المدمج بتاع المعالج هيبقى احسن. انت ما تحطش فلوسك في الكارت ده بالذات علشان محدش يضحك عليك ويقول لك الار تي اكس كله حلو وكده. لا، نخش بقى في رابع كارت معانا. انا تعبت يا جماعه، انا تعبت والله. كارت الذي يعني مش فاهم ليه اي ام دي عملته الار اكس 6500 اكس تي. ده طبعا برضه مصدر في نفس السنه السوداء بتاعت الار تي اكس 3050. يعني انا ما فهمتش الكارت ده ساعه ما شفت المراجعات عليه وشفت الدنيا بتاعته، انا استغربت. بيبقى فيه العاب فيها بيبقى حلوه قوي وفي العاب زباله، فالاوبتمايزيشن بتاع الكارت ده زباله عامه. وجيت اشوف حاجه تانية كده قلت يا واد يا جو انت عينك فيها حول او حاجه. جيت اشوف سعره، لقيت سعره بيتقارن بكارت الار اكس 6600 ده في مصر طبعا، انا بتكلم في مصر، مع ان ال 6600 المفروض اقوى منه بفرق كبير. فانا ليه اجيب كارت زي ده وانا قدامي نسخه احدث اجمد وكل حاجه بنفس السعر؟ انا مش منطقي ان انا اجيب كارت زي ده. يعني بالنسبه للاوبتمايز بتاع الار اكس 3600 ده يضربه بالجزمه عامه. تمام، فالكارت ده في 2025 ما ينفعكش يا صديقي. خش بقى في اخر كارت معانا، او هما كارتين يعني من نفس الفئه، بس انا مستغرب ليه في 2025 اشتري كارت شاشه كده بتاع بني ادم من 2014. هو انا الحل الوحيد ان هو كان يبقى عند جدي او ابويا، تمام، وابويا ورثهولي، ده الحل الوحيد. لكن انا اشوف يتباع كحل اقتصادي لكيس مثلا ب 10000 جنيه، لا 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 لا، انت كده بتدفن الكيس. انت لو المعالج اللي هو المعالج في كارت مدمج، كارت المدمج ممكن يبقى احسن من الكارت ده او نفس اداء الكارت ده. يعني انا بتكلم هنا عن كارتين تحديد، الجي تي 730 والجي تي اكس 750 اذا كانت تي اي او من غير تي اي. الصراحه انا لما جيت قريت عن يعني على التاريخ بتاع الكروت دي لقيتها تاريخها حلو. يعني كروت اصدرت سنه 2014 ليها وزنها في السوق ساعتها. يعني انت ليه تبوظ تراث كروت زي دي؟ كان ساعتها الكروت دي كانت بتشغل ال 720 تمام كده وال 1080 كانت بتشتغل برضه الالعاب بتاعت زمان. يعني ما تقارنوهاش بالالعاب دلوقتي. الالعاب دلوقتي يعتبر نقله نوعيه. العاب 2014 لو انت شفتها 2013 من 2005 لغايه 2013 كانت العاب يعني فاهم، مش محتاج اقول لك يعني روح شوفها. المهم يعني يا جماعه الكروت دي انت بتشتريها لغايه دلوقتي باسعار خزعبليه، مع ان الكروت دي اصلا يعني المفروض توقف تصنيعها من 2017 على ما اظن. يعني بقى لها ازيد من 6 سنين او 7 سنين متوقف تصنيعها. فانت بتقعد تشتري كارت مستعمل من واحد لواحد، انت متخيل؟ وبتتباع مش باسعار عاديه، لا باسعار يعني غريبه. يعني اسعار مثلا ممكن تزود 1000 ولا 2000 جنيه وتجيب كارت جديد. انت متخيل؟ حاول تبعد عن الكروت دي بالذات لانها مش بتدي اداء اصلا. يعني ادائها مقارب جدا للكروت المدمجه اللي في المعالجات. تمام، فانت حاول تبعد عن الكروت دي حاليا. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا، وان شاء الله هنعمل جزء تاني لما نشوف نصايب تانية باذن الله في المستقبل. قبل ما ننهي الفيديو يا ريت تدعمنا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بيس.